انت مش ضعيف، عقلك هو اللي بيضحك عليك وانت متوتر. وقت التوتر مخك مش بيشتغل طبيعي، هو بيدخل في وضع اسمه البقاء. يعني اهم حاجة عنده انك تفضل عايش، مش انك تبقى مرتاح. بيكبر المشكلة جدا، حاجة صغيرة يحولها في دماغك لكارثة جاية في الطريق. يقنعك ان مفيش حل حتى لو في 10 حلول. هو يركز بس على اسوأ احتمال، يسحب منك الطاقة، مش علشان انت كسلان، بس علشان مخك شايف ان الحركة خطر. الحل مش انك تفكر كتير، الحل انك تتحرك حركة صغيرة جدا، لان الحركة بتفهم مخك ان مفيش خطر. وفي حل تاني بسيط جدا، نظم نفسك. خد نفس ببطء 4 ثواني، واحبسه 4 ثواني، وطلعه ببطء 6 ثواني، وكرر ده كذا مرة. الحركة بتفهم مخك ان مفيش خطر، والنفس الهادي بيأكد له نفس الرسالة. فلو انت حاسس انك مش مسيطر، افتكر ان دي مش الحقيقة، ده مخك وهو متوتر بيحاول يحميك بس بطريقة غلط. وأول ما تتحرك وتاخد نفس، اللعبة دي تبدأ تضعف.